ما فهمتش كيفاش مازال شي ناس كيحسبوا الدري اللي كيحترم البنت وكيعاملها معامله حسنه الا كانت صديقه كيضحك معاها كيتشارك معاها اوقات الفرح والحزن، الا كانت حبيبه او زوجه كيعاملها بطريقه كتخليها تحس بالانوثه ديالها بصح، كيعاملها بحال شي اميره، كيقول لها كلام زوين، عنده القدره انه يخلي نهارها يدوز مزيان، يعاملها باحترام والتفاصيل المميزه اللي ما كتسالاش. يهز ليها مثلا ساكا، فين المشكل؟ يهزها يلعب معاها، فين المشكله عباد الله؟ فين كيعاونها في الدار، يدير معاها كل شيء، الشيء اللي الاغلبيه كيحسبوه تعناب. سمعوا غير كلمه كي دايره تعناب وتدني لقيمه الرجوله وما نعرف شنو. فوقاش كان احترام الانثى والتغزل فيها والحب ديالها من الاشياء اللي كتنقص من الرجوله ديالك؟ فوقاش رجعوا بالزمن للوراء وشوفوا غير دوك الناس اللي كتشبهوا دابا بهم، دوك الناس اللي دابا كتشبهوا بهم اللي هما الغرب. الا فايتكم سمعتوا جنتلمان، شنو كتعني جنتلمان؟ رجل نبيل. رجل نبيل هو اللي كيحترم كل شيء، ماشي غير الانثى، كيحترم الانثى والذكر كيف ما كان نوعه. نتوما خديتوا ديك المفهوم ديال الجنتلمان وحطيتوه في واحد الرجل ولا واحد الذكر اللي كيتعامل مع الانثى يعني بطريقه مزيانه فقط من اجل باش يوصل ليها جنسيا. هذا هو التفكير ديالكم، وهادشي ما كاينش نهائيا. راه كاين واحد الفئه كبيره ديال الناس اللي كيحترموا كل شيء، ماشي صافي شتي كيحترم واحد البنت اولا ضحك معاها اولا فقط قال لها واحد الجمله مقاده كتقرا معاها ولا شي حاجه، صافي كيمشي بالك بعيد، ديك السيد راه باغي يتصاحب معاها وما نعرف شنو. علاش كتعمموا كل شيء؟ بالعكس كتخلي البنت تحس راك مقدرها وحاطها في المكان المناسب ليها. باغي تعرف شنو هو التعناب؟ واخا اجي نشرح لك. هو ملي شي ذكر، قلت ذكر ماشي راجل، حتى الراجل ما كيديرش هاد التصرفات، كيلصق في شي بنت وهي ما مهتماش ليه، كتعايرو، هو كيركب تابعها. التعناب هو ملي شي ذكر كيعلق على المشورات ديال البنات واللي ما تابعهم غير هما، ما عمرك تلقاها في شي منشور ديال الدراري ولا ديال شي موضوع في شكل. التعناب هو ملي الذكر ما عنده ما يدير غير يشد الفلوس من عند تمو ويوقف في راس الدرب، لا شغل لا مشغاله، والبنت اللي دازت يتصر عليها. فهمتي دابا ولا مازال؟ انا ما فهمتش علاش كتخرجوا مصطلح وتلصقوه لكل شيء. لا، والغريب في الامر هو حتى البنت وناس كتقول لها الدري اللي صيفط ليها وقال لها عجبتيني كتقول له عنيبه. واو، لا دابا هاد الدري دخلت عليك بالله كيفاش يوصل لك راه معجب بك؟ يا الله، من غير الا ما قالهاش لك نيشان. شنو بغيتي يبين لك، يجي عندك بشي طريقه ويحاول يبين لك راه معجب بك، مع ذلك غتمشي عند صاحبتك كتقول لا خصو يجي عندي ويهضر معايا نيشان. راه هادشي ما كيبين والو، حيت ممكن انا نتصرف شي تصرف بشكل وغيكون هذاك السلوك ديالو غلط وهو ماشي معجب بيا وغنتحرج. انا خصو يجي عندي نيشان. دابا واش يجي عندك نيشان ولا ما يجيش عندك نيشان؟ الا جا عندك نيشان راه عنيبه، ما جاتش عندك نيشان شنو؟ ما فهمتش. خصنا نفهموا العقل ديالكم، خصو يفهمك من الداخل شنو باغا بلا ما تهضري وبلا حتى هو ما يهضر ياك. ممكن هادشي وحدي راسك بلاصتو وحاولي تطبقيه. دابا هاد الدري مسكين ما عنده ما يدير. لا حول ولا قوه الا بالله. نزيدكم دابا ولا واحد غير يلوح شي حاجه د الحب ولا الرومانسيه ولا غير هذاك هكاك، يعني ما كيديرهاش لشي بنت كيسميوه عنيبه فقط، غير موضوع بعيد على شي حاجه رومانسيه صافي عنيبه، ولو انه ما كتبها لشي بنت ما والو. للاسف قليل اللي غيستوعب هاد الهضره. وانت باقي محال اصلا واش غيكمل، باش يكمل هاد الفيديو ولا ما يكملوش. كالعاده بدلوا التفكير ديالكم، ما تبقاوش تابعين القطيع وكونوا من النخبه.